السلام عليكم. لو انت من الناس اللي موقعها الجغرافي ظالمها وحاططها في مكان سيء جدا وسط ظروف سيئة للغاية، فانت بتتعرض لجميع انواع الضغط سواء نفسي او عصبي او جنسي كمان. شوف كل الانواع معاك وبتحس انك مهدور حقك في كل اللي انت بتعمله، واللي انت بتعمله اصلا بيبقى ملوش فايدة. ده بيبقى احساسك وسط مجتمع غير مقدر للي انت بتمر بيه اصلا. وبتحس برضه ان الدنيا مش ساعاك وكله جاي عليك بقى، وبتقوم انت عامل ايه؟ منزل ستوري على الانستا بصورتك وانت مثلا بتشرب سيجارة كليوباترا او اتش بي اللي هي بتخلص بسرعة ديت، على اغنية ايه بقى؟ حاربوني بحكومة ده ارشادكم ما يشغلنيش. وانت مفيش حد بيحاربك ولا حاجة، كل اللي انت فيه هو انك بتحارب نفسك وبتحارب عقلك ومش عارف تعمل ايه ولا تلحق ازاي اصلا. فيزيد ويغطي لو انت في رقبتك اشخاص زي حرمة وعيال وكده، يعني الالم بيبقى الضعف ضعف، لا ده بيبقى تريبل اتش. ها لا نكتة وحشة اوي، ده في رخيص جدا لا مؤاخذة، يعني راعي عمك سيودة برضه. وانت عمال تاخد فيها، فبعد كل ده انت بتبتدي تتعود على الضغط، ما تبقاش حاسس زي الاول ولا في راحة بال ولا في اي حاجة كويسة. فيموت عندك الاحساس، كل اللي انت بقيت حاسس بيه هو الزعل والضغط النفسي والخوف وانك قلقان من كل حاجة. ده بيبقى الابديت الجديد في حياتك، ودي المشاعر الجديدة مش زي زمان. زمان كانت مشاعرك جميلة خالص، كانت انك بتحب كل الناس وانك مطمن ومفيش خوف ولا قلق ولا في اي حاجة من دي خالص. ايه يا جدعان، ده انا بتاع زمان. فتلاقي اهلك بيقولوا لك مالك يا ابني في ايه، انت بتقول لهم مفيش حاجه انا كويس، وانت بتبقى عامل زي كهربا دلوقتي. لا كهربا دلوقتي، كهربا لسه متسرب له صوره وبيضحك، فانت بتبقى اسوأ من كده برضه وكله حاطط عليك. ولو انت متجوز مراتك وعيالك يقولوا لك في ايه، انت عمال تنكر انك متدمر ومحطوط عليك، بيبقى جواك ميكس بين جوارديولا ومحمود علاء وكهربا زي ما انا قلت لك حاليا، بتبقى شبههم في الحزن. انما ماديا انت تحت الصفر، على الاقل هم احسن منك ماديا يا فقير. يعني انا اسف ما تزعلش مني بس دي الحقيقه. ومع كل اللي انت فيه احمد ربك، انت احسن من ناس كتير. كل لما تزعل افتكر اخواتنا في سوريا ولا في غزة ولا في اي مكان في العالم، افتكر دايما الناس الاقل منك. هتقول لي يعني انا افتكر اللي اقل مني محمد، يعني ما احمدش ربنا؟ لا احمد ربنا وحاول تطور من نفسك وارضى باللي انت فيه دلوقتي عشان ربنا يكرمك وتبقى في مكان احسن بعد كده. وحاول تلاقي حل، لان انا ما عنديش حل الصراحه. وكده تكون النهارده حلقتنا خلصت، اتمنى ان هي تكون عجبتك. لو عجبتك اعمل سبسكرايب ولايك وفعل الجرس، خش شوف باقي الفيديوهات اللي على القناه وقول لي رايك في الكومنتات، وقول لي عايزنا نتكلم ايه الفيديو الجاي. بس كان معاك سيدنا الحكيم، اتمنى انك كويس وكله كويس ورب دنيتك تتعدل. سلام عليكم.